أهلا بيكم معانا النهاردة هنتكلم في إحساس كده كلنا بنمر بيه تقريبا من وقت للتاني. الإحساس ده إن اليوم عدى خلص خلاص وإحنا يعني ما حسيناش إننا عملنا حاجة مفيدة. اليوم كأنه ضاع، وده شعور ممكن يبقى محبط قوي بصراحة. فعلا، ومحبط جدا كمان. لكن اللي هنتكلم فيه النهاردة هو إن في خطوات بسيطة وعملية، حاجات صغيرة كده ممكن تساعدنا نتعامل مع الإحساس ده ونرجع تاني نحس بالرضا حتى لو بخطوة صغيرة قوي. خلينا كده نفصص الموضوع ده سوا. تمام أوي. وهو فعلا الإحساس ده لو سبناه يكبر ممكن يبقى عائق حقيقي في حياتنا. علشان كده مهم أوي نفهم أصله إيه، ونشوف الأفكار دي إزاي ممكن تساعدنا نتخطاه صح، مش مجرد نتجاهله خلاص. بالظبط. طيب أول فكرة عملية بنلاقيها في المصادر اللي معانا تبان بسيطة قوي في الأول، إننا نعترف بأي مجهود عملناه، أي حاجة مهما كانت صغيرة. يعني المصادر بتقترح إننا ممكن آخر اليوم نقعد كده ونكتب 3 حاجات بس، 3 بس قدرنا نعملهم. حاجات بسيطة خالص. أيوه، والأمثلة اللي طرحوها بتوضح أوي الفكرة دي. حاجات زي مثلا أنا صحيت في ميعادي، أو رديت على الإيميل المهم اللي كنت مأجلاه ده، قريت صفحتين بس من الكتاب. حاجات يعني ممكن نعتبرها عادية جدا ومسلم بيها في يومنا. بس هي الفكرة هنا أعمق شوية من إننا بس بنجمع إنجازات وخلاص. لا، علم النفس بيقول إن الاعتراف بالحاجات الصغيرة دي بيساعد يكسر دايرة جلد الذات اللي ساعات بندخل فيها. لما بنلاقي دليل مادي قدامنا حتى لو بسيط إننا عملنا حاجة، أي حاجة، ده بيقلل قوي من قوة الأفكار السلبية اللي بتجيلنا، زي فكرة أنا فاشل أو اليوم كله راح على الفاضي. كأننا بنقول لعقلنا لا، بص، في دليل عكسي أهو. تمام. وده يوصلنا للنقطة التانية اللي المصادر برضو بتتكلم عنها، وهي فكرة إننا نفصل نفسنا عن اليوم ده. يعني لو اليوم كان صعب قوي أو ما حققناش اللي كنا عايزينه، ده مش معناه إن إحنا اللي وحشين أو فاشلين. لا، محتاجين ناخد خطوة لورا كده، ناخد مسافة. نفصل شوية. بالظبط. والأفكار اللي مطروحة بسيطة برضو كالعادة. ممكن نسمع أغنية بنحبها قوي، ننزل نتمشى دقيقتين 3، أي حاجة تفصلنا تماماً عن التفكير في الشغل أو الإنجاز أو اللي فات. الهدف كله هو إننا نتحرر من فكرة إن اليوم كله اتوصم بالفشل ده. والنقطة دي بقى مهمة جدا جدا، علشان نكسر حلقة التفكير السلبي اللي بتفضل تلف وتدور في دماغنا دي، الرومينيشن زي ما بيقولوا. ساعات العقل بيمسك في فكرة سلبية ويفضل يعيد ويزيد فيها. الفصل ده حتى لو قصير قوي بيسمح لنا نغير السكة اللي العقل ماشي فيها دي، كأنها ريستارت بسيطة كده للعقل. بتدي فرصة للهدوء ونستعيد توازننا تاني، ومنمنعش الإحساس بالتقصير ده إنه يلون باقي اليوم أو حتى الليلة بتاعتنا. وهنا بقى بنخش في حتة شيقة قوي بصراحة، وهي طريقة كلامنا مع نفسنا. الكلام اللي بنقوله لنفسنا جوانا ده، المصادر بتلفت نظرنا وبقوة كمان لتأثير الحوار الداخلي ده على مشاعرنا وحتى على تصرفاتنا بعد كده. أكيد الكلام اللي بنقوله لنفسنا بيفرق. جدا. والمثال اللي بيقدموه واضح ومباشر قوي. يعني بدل ما عقلي يقول لي أنا إنسان كسول النهاردة أو أنا ما عملتش حاجة، ممكن أوجهه إنه يقول حاجة تانية. زي مثلا أنا شكلي كنت محتاج راحة النهاردة، وده عادي، وبكرة هبدأ بداية جديدة وهركز على الحاجة الفلانية. في فرق كبير قوي في الأثر النفسي بين الجملتين دول. تمام. ودي أساسيات اللي بيتسمى في علم النفس إعادة الصياغة المعرفية، أو الكوجنيتيف ريفريمينج. الموضوع مش مجرد إننا بنغير كلمات وخلاص، لأ، ده تغيير في النضارة اللي بنشوف بيها نفسنا والموقف كله. لما بنستخدم لغة فيها تعاطف مع نفسنا وواقعية أكتر، بدل اللغة القاسية واللي كلها أحكام دي، ده بيغير استجابتنا للموقف نفسه، وبيفتح الباب إننا نفكر في حلول بدل ما نيأس ونقفلها. العقل فعلا بيصدق الكلام اللي بنقوله له باستمرار. طيب حلو قوي. يبقى احنا كده اعترفنا بالمجهود وفصلنا نفسنا شوية وغيرنا طريقة كلامنا الداخلية. ايه الخطوة الأخيرة اللي ممكن تساعدنا نخرج بقى من دايرة الإحباط دي؟ المصادر بتقترح فكرة التخطيط البسيط لليوم اللي بعده. التخطيط للي جاي؟ أيوة، بس التركيز هنا على كلمة بسيط. مهمة قوي دي. مش خطة طويلة عريضة تسبب لنا ضغط جديد من أول وجديد، لا خالص. مجرد هدف واحد أو هدفين بالكتير يكونوا واضحين وممكن فعلا نحققهم. حاجة كده زي أنا بكرة هخلص الجزء الأول من التقرير ده، أو هكلم فلان عشان الموضوع الفلاني. بسيطة. بالظبط. والتخطيط البسيط ده بيخدم كذا هدف في نفس الوقت. أول حاجة إنه بيحول تركيزنا من الإحباط بتاع امبارح أو النهاردة لخطوة عملية جاية في المستقبل، وده لوحده بيدي إحساس بالتحكم. تاني حاجة، إن تحديد هدف صغير وقابل للتحقيق
بيزود قوي احتمالية إننا ننجح فيه فعلا تاني يوم. وده بيبني عندنا الدافعية والثقة خطوة بخطوة. الأفكار دي كلها متوصلة ببعضها عشان تخلق دفعة صغيرة لقدام. يعني لو لمينا الخيوط دي كلها مع بعض، كأن الأفكار دي كلها بتصب في اتجاه إن الهدف مش لازم يكون إنتاجية خارقة كل يوم وكل ساعة. لأ، الأهم هو إننا نحافظ على علاقة صحية مع نفسنا ومع فكرة الإنجاز نفسها، مش كده؟ بالظبط كده. يمكن الرسالة الأكبر من كل ده هي إن كل يوم هو فرصة جديدة للمحاولة، وإن تقدير المحاولة دي في حد ذاته شيء مهم جدا. الشعور بالتقدم مش لازم يكون مربوط بكمية المهام اللي خلصناها وشطبناها من القايمة، لا، ممكن يكون مربوط أكتر بإحساسنا إننا بنتحرك لقدام، حتى لو كانت خطوة واحدة صغيرة. تمام أوي. يبقى ممكن نلخص الأفكار العملية اللي اتكلمنا فيها دي في 4 خطوات كده. أولاً، نقدر أي مجهود بنعمله مهما كان بسيط. ثانياً، ناخد مسافة ذهنية وقت ما نحتاج. ثالثاً، ننتبه كويس لكلامنا الداخلي ونعدله لو محتاج. ورابعاً، نخطط بشكل بسيط وواقعي للخطوة الجاية. تمام. ويمكن السؤال الأخير اللي نسيبه للمستمعين يفكروا فيه بعد ما نخلص هو: يا ترى إيه أصلاً مصدر الضغط ده اللي بيخلينا ساعات نحس إن قيمتنا كبني آدمين مرتبطة بإنتاجيتنا اليومية؟ ده سؤال مهم، وإزاي ممكن كل واحد فينا يعيد تعريف معنى التقدم الشخصي بالنسبة له بطريقة تخدمه هو بشكل أحسن، بعيد عن فكرة شطب المهام من القائمة وخلاص. فعلاً نقطة تستحق التفكير. بنشكركم جداً على متابعتكم للمناقشة دي النهاردة، ونتمنى الأفكار اللي طرحناها تكون مفيدة ليكم. لو وصلت للنقطة دي فأنت مش شخص عادي، أنت واحد من القلائل اللي بيدوروا على التطور الحقيقي. فاكر دايماً التغيير بيبدأ من قرار بسيط وأنت لسه واخده دلوقتي. ما تنساش تشترك وتسيب بصمتك في الكومنتات علشان الرحلة دي ماشية بينا سوا. استناني في الفيديو الجاي، وافتكر دايماً أنت مش لوحدك وأنت أقوى مما تتخيل.